كل سنة وانتوا طيبين. روايح رمضان هلا علينا. النهاردة هنعمل طريقة سهلة خالص في الفول المدمس، هنعمله في البيت. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. أنا مسكت ربع كيلو فول، نقعته زي 8-9 ساعات بالظبط كده، وبعد كده أول أما قمت من النوم اشتغلت فيه على طول. جبنا معلقتين عدس اصفر ومعلقتين فول مدشوش ومعلقتين حمص طبيخ، وانا حاطه الدماسه على النار، والناحيه التانية حاطه كزرولة ميه سخنه موطيه عليها خالص. اول ما احتاج شويه ميه للفول هبتدي احط ميه سخنه، ما احطش ميه بارده من الحنفيه عشان الفول ما يجلدش معايا. وبعد كده هبتدي احط بقى الفول بتاعي كله كده. بصوا الفوله بفولتها ولا فكت معايا ولا اي حاجه، زي ما انت شايفه كده تحفة. وبعد كده هسيبه يغلي بتاع نص ساعة، وأول بقى بصي ما تشوفيه بيعمل كده بيزقطط كده قدامك، تبتدي بقى تحطي معلقتين الحمص الطبيخ ومعلقتين العدس ومعلقتين الفول المدشوش. انتي ممكن تستغني عن الفول المدشوش وتحطي مكانه معلقتين رز. تمام، ده لو انتي ما عندكيش فول مدشوش، عندك عدس مثلا وحمص طبيخ. حطينا معلقة السكر، معلقة السكر دي طبعا بتخليه زي الزبدة كده، وهتشوفي في آخر الفيديو. حطينا بقى طبعا العين الكبيرة مسكناها حطيناها على العين الصغيرة. مش هنحط الشياطة بتاعت الرز عشان طبعا بتبقى مخرمة، واحنا عايزينه يبقى بصي يقعد كده مع نفسه 4 ساعات. انا حطاه في العين اللي ورا، وابتدي بقى اعمل الاكل بتاعي في العيون التانية كده. بصوا تحفة، بيتكلم لوحده ما شاء الله. بصوا ابو 10 جنيه رمى معايا ازاي، والمية بتاعته تحفة جميلة. انت ممكن تشتغلي على فكرة في الحلة، مش ضروري في الدماسة، بس عشان انا عندي دماسة بعمل فيها. يعني انت ممكن تشتغلي في الحلة نفسي ما انا ما بعمل كده بالظبط. وبعد كده حطينا بقى زيت الزيتون، وإلا بقى يا سلام لو عندك بقى معلقة زبدة بلدي. بصي بقى الفول بقى يعني راح في جنب تاني خالص. وحطينا بقى شوية الطحينة بتاعتنا، وبعد كده طبعا هنعمل دقة جميلة كده زي بتاعت بره بالظبط، عبارة عن تومة وحطينا عليها شوية كمون وشوية ملح وقرن فلفل، ودقتهم كويس جدا، وحطيت عليهم عصرة ليمونة، وحطيت في البولة ديت وفي البولة ديت، وعملنا الطبقين الكبار اللي ورا دولت حطينا عليهم طحينة زي ما انت ما شايفة كده. طبعا طريقة سهلة خالص، ويلا بقى تشجعي واملي البيت خير واملي البيت بركة. حاجة الشارع كلها قليلة دلوقتي. بصوا ما شاء الله ابو 10 جنيه، بصوا عمل معايا هيقعد معايا طبعا يومين تاني. وطبعا احنا في رمضان كل يوم بنجيب فول، واديك اهوت اعمليه قبليها بيوم، وشجعي بقى يلا بقى كده، وبسيتي بقى الولاد ان انت بقى بتعملي حاجات كده زي بتاعت بره بالظبط. والله الموضوع سهل خالص. حطينا بقى شوية شطة كده، وحطينا شوية كمون وشوية ملح، وحطي بقى عصرة ليمون. وطبعا احنا منقيينه طبعا في البيت، منقيينه واحدة بوحدتها. بره طبعا بيعملوا كميات كتيرة. بصوا بقى الزيتون بتاعنا اللي بعصفر وحبة البركة ده يا سلام. طبعا مخللات ما تحلاش غير طبعا في رمضان. وفري بقى واعملي حاجتك بقى كلها في البيت. كل سنة وانت طيبة. طبعا بره بينقوا كميات كبيرة جدا. لا انتي هاتي ب10 جنيه او ربع كيلو، يعني هو كان الربع كيلو كان اقل بجنيه او ب2 جنيه. انا قلت له لا اديني ب10 جنيه بالظبط كده. وما شاء الله قعد معايا 3 ايام بحالهم. يعني اعملي انت اعملي يومين او 3 زي ما انا ما عملت كده، ما تكتريش اكتر من كده عشان طبعا يبقى صابح ويبقى طعمه جميل. وانت ممكن تعمليه برضو بوريه، يعني تاخدي الكميه اللي انت عايزاها تحطيها في الكبه ويطلع ناعم زي الزبده زي ما انت ما بتجيبيه بره من المحلات بالظبط. طريقه سهله خالص. وممكن برضو كمان تعمليه ببيض، تعمليه طبعا بطماطم وفلفل اخضر. ويا رب اكون فدتكم. ما تنسونيش بقى بالاشتراك وباللايك. بحبكم في الله، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.